الفل. كلنا عارفين النجم العالمي توم كروز في 2006 كان عنده حركة شهيرة جدا لإيقاف الأدوية النفسية، لأن ملهاش معنى، وإن الطب النفسي ده طب لا يعتمد على المنطق ولا الحجة، ولا احنا بنشوف له تحاليل ينفع إن احنا نشخص بيها. بناء عليه ناس كتير سمعت كلامه، وفي أحدهم سيدة أمريكية وقفت الدواء لابنها اللي عنده فصام، ولكن بعد كام شهر ابنها ده قام وقتلها بعد ما اتسحبت الأدوية من جسمه والمرض ظهر عليه، لأنها اعتمدت على نصيحة توم كروز وبدأت تأكله أكل صحي وتديله فيتامينز علشان يخف، لان مفيش حاجه اسمها طب نفسي. فكانت النتيجه انها ماتت على ايد ابنها. احنا محتاجين دايما نفكر بعض ان الطب النفسي ده علم حقيقي، وعلم ليه ادله وبراهين، واتعمل ملايين وعشرات الابحاث على ادمغه المصابين بالاكتئاب، وقبل العلاج بالعلاج الاكتئاب وبعد علاج الاكتئاب، سواء كان علاج دوائي او علاج سلوكي معرفي. عشرات الابحاث على مدار السنين اتعملت، اشعاعات مقطعيه ورنين مغناطيسي ورنين مغناطيسي وظيفي كمان، وتشاف الفرق ما بين المناطق النشطه في الدماغ قبل العلاج من الاكتئاب وهدوء خلال نوبات الاكتئاب، وتاثير العلاج بعد كده على هؤلاء الاشخاص. يهمني جدا المعلومه دي توصل، لان انا دلوقتي بشوف ناس للاسف نيوتريشنست او مش دكاتره، ولكن هم مشتغلين بالتنميه البشريه، بقى مشتغلين بالغذاء والتغذيه، ابتدوا يلاقوا ان الطب النفسي فيديوهاته بتجيب احسن مع الناس وبتجيب مشاهدات اكتر وهيعمل بومينج احسن، فيلا نسيب اللي احنا بنفهم فيه ونروح على ما بنفهمش فيه ونتكلم، لان هنقرا بحث ولا اتنين ويستندوا الى بحث واحد اتعمل ودكتور واحد اللي بيتكلم ويقولوا يا جماعه وقفوا الادويه، يا جماعه الادويه ملهاش اي لازمه، احنا لقينا بحث. طب ما ده بحث واحد ضمن ملايين الابحاث وضمن عشرات الابحاث على مدار السنين على ملايين المرضى. ما ينفعش يا جماعه علميا استند على دليل واحد لاقامه دليل او لاقامه حجه ومنطق خالص، بدليل ان احنا معانا ملايين الابحاث اللي بتاكد فعاليه دواء معين، وابحاث تانية بتؤكد ان دواء تاني احسن منه، والعيان هو اللي بيبان عليه اذا كان جيناته بتستجيب اكتر لهذا الدواء ولا لهذا الدواء. فاحنا محتاجين ان احنا ما نسمعش لاي حد، ما نصدقش اي كلام، مش عشان جربنا حاجه ولا اتنين عنده مصداقيه فيها في هذا الشخص يعني، او عامل فيديوهات كويسه او مع شركه سبونسرنج بتدعم الفيديوهات وبيطلعها ينشرها بصوره اكبر وعنده مشاهدات كتير، يبقى ده بني ادم فاهم اللي بيقوله وده تخصصه. فيا جماعه من فضلكم ما نلجاش ولا ناخد اي معلومات مش في الطب النفسي بس، في اي حاجه الا من اهل العلم والخبره المسؤولين. مش عشان فلان عنده مشاهدات فناخد منه فتوى دينيه، ومش عنده فلان عنده مشاهدات فانا هساله على حاله ابني اللي عنده مشاكل في الكلى او في الكبد او ايا كان. لازم نبقى فاهمين ان المشاهدات دي مش واقع ابدا، وليها علاقه بالسبونسرنج ولوغاريتمات الفيسبوك، وليها علاقه بان احنا عاملين اعلانات مدفوعه او لا، وليها علاقه بالفيديو وبيتعرض على المنصات قد ايه وهكذا. فمش كل حاجه نصدقها لو سمحتوا، وما توقفوش الادويه النفسيه قبل الرجوع للطبيب المعالج. دمتم بصحه وسعاده.